دير الزور أهل الفزعات محاصرين حاليا بالدبابات من قبل ميليشيا قسد الإرهابية. ميليشيا قسد اللي هي إرهابية على الشعب الكردي قبل ما تكون إرهابية أيضا على الشعب العربي. فما بالكم إيش عم بيصير في أهلنا في دير الزور. محاولة لفرض السيطرة الكاملة مع انهاء الأصول العربية لأهلنا في دير الزور. ميليشيا قسد المحتلة في الأحياء العربية وفي مدينة دير الزور وأيضا في ريفها هي تحاول إفناء العرب هناك. أهل الفزعات كل مين بيحاول يساعد أهلنا في دير الزور لا يقصر أبدا. ميليشيا قسد عم تأخذ رواية التحالف من أجل إثبات أنه أهلنا في دير الزور هم تابعين لداعش من أجل إفنائهم ودخولها بالقوة. محاولة اقتحام اليوم في 3 شهداء بينتهم طفل أثناء محاولة اقتحام ميليشيا قسد الإرهابية إحدى أحياء دير الزور بدون أي مبالاة. القصف والاستهداف على الأحياء السكنية على الرغم من مقاومة أهلنا في دير الزور لهم بكل قوة. كل مين من العشائر قادر يفزع لأهل الفزعات اللي ما قصروا أبدا في أي لحظة وفي أي يوم كان مع الشعب السوري فأنه يتدخلوا معهم. كل شهيد بيسقط في دير الزور وكل شخص بيعتدي على أهلنا في دير الزور بالأخص في أحيائها اللي حاولت تخرج عن سيطرة ميليشيا قسد واللي سابقا خرجت عن سيطرة نظام الأسد المجرم ولكن لم ترضى بالتهجير القسري خارج دير الزور فقبلت ببقاء تحت ميليشيا قسد ظنا منها أنه هي أقل إرهابا من نظام الأسد المجرم. ولكن طلع الإرهاب هو نفسه وذاته ونفس التضييق ونفس الخناق نفس محاولة الاقتحام ونفس الدخول. أهلنا في دير الزور بيحاولوا يخرجوا عن هذا النطاق ويمنعوا فرض سيطرة ميليشيا قسد وتفردها بالعشائر وبرؤوس العشائر العربية داخل مدينة دير الزور. يعني عم بتحاول كسر شوكة العرب داخل دير الزور والعشائرية داخل أهلنا في دير الزور. كل مين في نخوة من العشائر الأخرى تفزع لأهلنا في دير الزور. كل مين من الفصائل العشائرية أيضا وهي قريبة من مناطق سيطرة ميليشيا قسد لازم كل شهيد بيسقط في دير الزور يروح مقابله ثكنة عسكرية كاملة لميليشيا قسد. نحن ما بنستهدف مدنيين، الثورة السورية ما بتستهدف مدنيين، ولكن كل مدني بيسقط على يد الميليشيات الإرهابية لازم مقابلها يكون 10 عناصر من الميليشيات الإرهابية. مثل ما بيصير استهداف في المناطق المحررة في إدلب وريف حلب مقابلها بيكون في رد على الثكنات العسكرية أيضا على ميليشيا قسد لازم يكون هذا الأمر. أهلنا في دير الزور أنتم قد الرجولة ومعاش اللي يتهمكم بداعش. كل رواية تؤخذ على لسان التحالف من قبل ميليشيا قسد من أجل وضعها مبرر للدخول على أنه هدول داعش. أهلنا في دير الزور هم شعب حر ثائر وليسوا دواعش. أنتم الإرهابيين، ميليشيا قسد هي الإرهابية، نظام الأسد المجرم هو الإرهابي، الإيرانيين هم الإرهابيين. كل من يحاول أن يؤكد فكرة أن داخل دير الزور هناك دواعش فهو مجرم لإيجاد ذريعة من أجل اقتحام أهلنا في دير الزور. هذا الأمر منفي تماما. هذا الشعب الديري اللي أنت عم تتهموا بداعش راح منه آلاف المدنيين على يد داعش وهو اللي حارب لحتى يتحرر ويجي ميليشيات إرهابية تاني فوق راسه وراح يحارب لحتى يتحرر منها. بيتحرر من داعش وبيتحرر من ميليشيا قسد وبيتحرر من نظام الأسد المجرم وبيتحرر من إيران وبيتحرر من كل المكونات اللي عم تحاول تدخل هي البلد من أجل خيراتها ومن أجل شعبها الطيب والكريم ومن أجل هي النخوة. خسئتم كل من يحاول أن يتهم شعب دير الزور بأنه شعب إرهابي من أجل وضع هي الذريعة لاقتحامه. وكل شخص قادر على مساعدة أهلنا في دير الزور لازم يكون معهم. نحن لو قادرين نوصل لدير الزور أنا وزملائي الناشطين الإعلاميين لكنا بين أهلنا في دير الزور حاليا عم نغطي نظهر تفاصيل المعيشية اللي في داخل أهلنا في دير الزور. ولكن منع التغطيات الإعلامية داخل دير الزور هي عم تخلي ذريعة لهم باتهامهم إنهم دواعش. أهلنا في دير الزور اصبروا، وأي اعتداء على أهلنا في دير الزور هو اعتداء على أي مكون ثوري في سوريا. السلام عليكم.